آه، الحملة أو المبادرة التي قامت بها أو الرسالة التي وجهتها كنكي إلى المجتمع الكردستاني عموما في جميع أجزائه لتوحيد الصف الكردي هي مبادرة ولو إن كانت متأخرة لكنها ضرورة ملحة. لا ندخل في تفاصيل من الذي يدعو إلى الوحدة الوطنية والطرف السياسي والجهة السياسية. الغاية هو عقد مؤتمر أو اجتماع عام يحتوي كافة الشرائح الموجودة. كانت هناك مبادرة من الكتاب، من الفنانين ومن المثقفين الكرد في أوروبا، مبادرة حسنة جدا. لا ننتظر طرف سياسي حتى يطرح مشروعه السياسي حتى نجتمع. جميع شعوب العالم قاطبة على مر التاريخ يجتمعون على ثوابت، إلا الكرد لا يجتمعون على ثوابت معينة. هذه مفارقة، حقيقة مفارقة، خاصة في هذا الظرف. في الألفية الثالثة لهذا القرن هناك توجهات مشاريع عالمية ستشمل منطقتنا حتما. القوى الإقليمية تستعدي للقضية الكردية، تستعدي الوطن الكردي، تستعدي الشعب الكردي، تبيح دماءه، تبيح قتله وتشريده. المشروع الطوراني خاصة، نحن في روجافا في غرب كردستان، قوات الاحتلال التركية مع المرتزقة الموالين لها يدمرون حتى الطبيعة، حتى الديموغرافيا، حتى الإنسان، حتى الكيان، حتى الثقافة، لا يبقون على شيء. وجنوب كردستان في مخاطر جمة، خاصة التنحرات أو الصراعات أو الانتفاضات التي تحدث الآن في القسم العراقي، القسم العربي العراقي مهدد. الأقليم الفدرالي في جنوب كردستان أيضا مهدد. عدا عن الأقليم العربي، التهديد الأشرس هي الدولة التركية والدولة الإيرانية، الدور الإيراني البشع الذي يمتد كسرطان في جميع منطقة الشرق الأوسط، ويوازيه التوسع الطوراني. نحن نعيش في نمر بأدق مرحلة حساسة جدا. المبادرة إن كانت من أي طرف سياسي، الذي يسعى إلى الوحدة لا يضع شروط، بدون مقدمات يجتمعون على ثوابت. لماذا نحن الأمة الكردية ليست لنا ثوابت؟ القضية الكردية هي أكبر من مجموعة أحزاب أو أطراف سياسية أو صراعات مذهبية أو أقليمية، تجاوزنا ذلك. القوى الاستعمارية في كردستان تستهدف الكرد عموما في أي جزء، لا يستثني إن كان حزبيا موال إلى الطرف الفلاني أو الآخر. لذلك الدعوة بدون أي شرط، نجتمع فقط لنحدد ثوابت، بعدها ليقرر الجميع، ليقرر الناس، ليقرر المجتمع ما هو صوابية هذا التوجه، هل هو في صالح القضية الكردية أم لا. دعوتنا، أنا أحد هؤلاء، أدعو كافة الشرفاء، كافة الأطراف السياسية والفعاليات الاجتماعية والثقافية للاجتماع، لنجتمع، لنتحدث بصراحة ما يؤلمنا وما ينتظرنا في المستقبل. نضع ثوابت يجب الالتزام بها وعدم تجاوزها. هناك خطوط حمراء للقضية الكردية، للأمة الكردية. لا يجوز أن نضع شروط وعراقيل في وجه تحقيق هذا المطلب الجماهيري. دعوتنا هي صادقة وهي ملزمة، ونحن نمر في مرحلة حساسة جدا. إما سنكون في زمن كان والقضية الكردية ستمحى أبدا، وإما سنكون على خارطة الشرق الأوسط نعيش كشعب له تاريخ، له امتدادات تاريخية اجتماعية فلسفية ثقافية، وسيستمر في بناء الحضارة في منطقة الشرق الأوسط.